أسماء نعود لحضرتك مرة أخرى، والسؤال اللي كنا في مرحلة آليات الدفاع عن النفس في إطار الأزمة. كويس. بعد إعادة مرحلة بناء الثقة والتسامح مع النفس بتأتي مرحلة النجاح، لأن مرحلة النجاح معناها الاتفاق على مائدة حوار واحدة والتصالح بين جميع الأطراف، مما يؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الفرد أيا كانت انتماءاته وأفراده. بعد مرحلة النجاح بتأتي مرحلة تعزيز الثقة في البناء، لأن بداية النجاح في الحوار بتؤدي إلى التعاون في البناء، مما يؤدي في مرحلة تالية إلى مرحلة الإنجاز. وكان مارتن لوثر كينج دائما ما يقول أن الأزمة هي التي تخلق بالفعل الشخصية القوية، لأن بدون الأزمة لا يمكن أن يتحقق النجاح. يعني حضرتك عايزة تقولي أن الشدائد تزيد الرجال صلابة، بل وتخلق الرجل الحقيقي. وتخلق الرجل الحقيقي. لأن مصر بكل قوتها كان لابد لها، وهذا على مر التاريخ، أن تعبر كل الأزمات. أكثر من أحيطت به أزمة هي دولة مصر، لأنها بالفعل تستحق أن تكون وطن الأوطان. في هذه المرحلة الحالية، وعلى الرغم من وجود الأزمة في مرحلة مبكرة وليست في مرحلة ناضجة، لأنها ما زالت إلى الآن في مرحلة الاحتواء، وطالما أنها في مرحلة الاحتواء إذن أنها في مرحلة تستطيع من خلالها الأطراف أن تصل إلى حوار متفق عليه يمكن أن يؤدي بالفعل إلى بناء جسر الثقة مرة أخرى لعدم تفاقم الأزمة وتحولها لا قدر الله إلى كارثة. جميل جميل جميل. أنا سعيد طبعا يعني بهذا السرد الرائع الحقيقة.